امل، انا رحت جايبه نص كيلو فول. لقيت بنغيب من وقت للتاني والعيال عايزين ايه ياكلوا فول، وانا بصراحه عايزه اكل فول ايه بيتي. انا بقى هعمله على طريقه تاني. ماشي. نقعته بالليل كده شويه اهو، وهحطه في الحله كده وارجع لكم اوريكم عملت اعمل لكم فول بيتي، ولا بذره ولا بعدس ولا بالكلام ده كله. انا حطيت الفول اهو. انا عندي بصراحه دماسه وعندي قدره على فكره بتاعت الصعيد، بس انا ايه كسلت اعمل. انا ما بعملش فول كتير اصلا، دي من النوادر. بس انا ايه لقيت ان انا نفسي اكل فول في البيت كده بيتي، يعني شفته عند حد فقلت والله لا عامله. ماشي. إيه، حطيت الفول وحطيت عليه ميه سخنه، هغطيه في حله الصغننه دي وارجع تاني اقول لكم هعمل ايه. هنا بقى الفول سيبناه على النار، ما حطينالوش اي حاجه خالص، ولا ملح ولا اي حاجه. وكل ما الميه تقل بنزوده واحنا موطين عليه النار وسيبناه يستوي على نار هاديه لغايه ما وصل للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. الفوله بقت ناعمه خالص وسهل خالص تهرسيها بايدك. وهنا حبايب قلب ام امل ادي الفول اهو. بصوا بقى عامل زي الزبده ازاي. بصوا تعملي منه بقى بصلصه، هعمل لكم برده منه شويه كده بصلصه واوريكم ازاي الفول ابو قوطه ده. وتشيلي منه الباقي في التلاجة، ولا محطوط له مواد من بره. انا ما عملتلوش ولا عدس ولا الفول المرشوش ولا اي حاجه. كل اللي عملته نقعته بالليل كده متاخر، يعني بتاع 3 4 ساعات. والله بصوا بايديا كده، بصوا ما بقاش فول، بقى زبده. ما خدش مني على النار وقت كتير، ومطيه عليه مدرج ما قعد يغلي. وطيت عليه النار وبقيت ازوده ميه سخنه. ابرك من اللي بيحطوا فيه بقى مواد في الشارع. نص كيلو فول هيديكي فول يدي ولا ب60 70 جنيه تشتريه، غير المواد والملح الليمون اللي بيقولوا عليه اللي بيحطوه الكلام ده. بسمع دكاتره كتير قوي تقول غلط. ده كده اعمل منه فول بقوطه، اعمل منه فول ساده بمعلقه سمنه بلدي كده، بمعلقه زيت، كل واحد ياكل بالطريقه اللي تعجبه.